اشتر كتكوت. تعالوا بقى النهارده اعلمكم حته وصفه سهله وبسيطه وسريعه وتستاهل. بصي حركه كبت خالتي انت وهي، ومناسبه كمان للجو الشتاء التلج الحر اللي احنا فيه ده. اول حاجه بقى نسمي بسم الله ونصلي على النبي ونبدا. يلا بينا. تعالوا بقى اول حاجه نجيبوا الحله الكبيره ديت اللي هي قد شخصيا، انا متهيألي ان انا لو نزلت فيها مش هنبان، ونولع عليها النار ونقول بسم الله. ما انت هتولع يعني هتولع. وبالولاعه خضمي. حطيت بقى الحله بتاعتي ونجيب بقى اللحمه بتاعتي، اي لحمه عندك حطيها، ونقول بسم الله وننزل بيها قطعه قطعه عشان عايزه نشوحها لان فيها ميه عشان لسه فكه يا دوبك من شويه في الثلاجه. ونقول بسم الله وننزل بكل القطع بتاعتنا. احنا طبعا بقى هنمسك اللحمه دي هنشوحها، ولو انتوا لاحظتوا ان انا مقطعاها قطع صغيره. ليه بقى؟ علشان تستوي معايا بسرعه، ما تاخدش وقت يعني في السوا وكده. الوصفه اللي هنعملوها دي لازم تكون اللحمه فيها يعني صغيره كبيره اي حاجه، وتتعمل باكتر من طريقه، فدي طريقه الاسهل والاسرع والابسط عشان قبل النور ما يقطع. وكده اللحمه اتشوحت بالشكل ده الشكل اللي انا عايزاه والمنظر النهائي اللي انا عايزاه للحمه. بعد بقى ما شوحت اللحمه هننزل عليها ببصله واحده متوسطه كده، قطعتها ناعمه وهننزل عليها بالبصله. هناخدهم بقى واحده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت وتحت وفوق، واديله ادي واديله لحد ما تاخد على عينيها. ايمن بالشكل ده. وبعد ما مديتها معاهم تشويحه جبت برطمان السمنه اللي هو اكبر مني شخصيا، عشان زي ما انتم عارفين ان انا قصيره ومش طايله وريقي ناشف، بس قلت يا بت وعادي هناخد منه ملعقه سمنه واحده عشان اللحمه بيبقى فيها دهون زي كده مثلا. ونقول بسم الله وناخدهم بقى كلهم مع بعض هوبا دبل كيك شقلباظ ونشقلط كله في قلب بعضه لحد ما البصله تصفر. وبعد ما البصله لونها اتغير هنزل عليها بملح وفلفل اسمر ونقول بسم الله. ما كنتش بحط للحمه الملح غير في الاخر، بس المره دي بقى هنحطه في الاول. ومعايا شويه بهارات لحمه وشويه بتاع اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ يا رب استرها معايا يا رب، انا واحد مش فاكر اي حاجه خالص. قرفه وشويه قرفه، مع اني ما بحبش القرفه بس الوصفه دي محتاجه للقرفه، يعني الوصفه المحتاجه مش احنا المحتاجين. ورقتين مروه صغيرين ناخدهم بقى تقليبه كده على هاديه الزبادي وكل لحد ما كله يجي مع بعضيه. وبعد ما ريحه البهارات كده طلعت هناخد معلقتين 3 صلصه ونقول بسم الله. صلصه او طماطم انت ضرباها في الخلاط، بس انا مش بحب اضرب الطماطم في الخلاط، انما الصلصه دي انا مجهزاها في الفريزر عشان وضع زي كده نستخدمها بسرعه. ونقلبهم برده ونغطي عليهم ونسيبهم كده لحد ما يتسبكوا. ما تنسيش بقى تظبطي ساعه التمن 5 دقايق على 3 دقايق وترجعي لها تاني. واخيرا بقى وليس اخيرا رشه جريئه كده من الكزبره المطحونه، وهنزل عليهم بقى بشفشق ميه مغليه ونقول بسم الله. اللهم صل على النبي. ونغطي عليها بقى ونعمل لها لايك. حط لك بقى يا اختي انت وهي ونسيبها لحد ما تستوي، بعد كده نرجع لها تاني. وبعد ما اللحمه استوت واتسبكت هننزل عليها بالخضار بتاعي اللي هو بسله وجزر. ممكن بقى تحط عليها اي حاجه، بطاطس على البسله والجزر، تحط عليها كوسه، تحط عليها فاصوليا لوبيا باميه، اي حاجه. هي اللحمه هتقول لا تاكليها على هذا الحال، مش هتقول لا برضه. يعني في طريقه بقى بتتعمل بيها كده وتتعمل على الطريقه دي، بس بتتعمل لها في البصله دي بتحط لها تومه بس بتبقى طعمها رهيب. دي بنعملوها في العيد، ده على اسم العيد عندنا. هنقلبهم بقى كده مع بعض كلهم تقليبه يمين في شمال وشمال في يمين كده من كل الاتجاهات ومن كل الجوانب. وهنحطهم كده نسيبهم ياخدوا مع بعض غلوه، وبعد كده نبقى نزودهم. هنسيبهم بقى لما يغلوا. حط كومنت، انا شايفاك اللي ما حطيتيش حط كومنت. تعالوا بقى نزودهم شويه ميه عشان هي عطشانه، ونغطيهم كده بشويه ميه ما تكترش، كفايه اللي احنا حطيناه علشان البسله اصلا واخده لها غلوه قبل كده. تمام، انا كنت غليها قبل ما نحطها في الفريزر. تاني حاجه يعني ما بتاخدش سوا كتير بالذات في الوقت ده، وانا قلت بقى ان احنا بما اننا يعني في موسم البسله هستخدمه بسله. اي نعم غاليه بس مش مشكله، حاجه على نفسنا. ونقلبوهم كده وبس كده. هنغطيها ونسيبها تاخد وتدي مع بعضها بشكل ودي. يلا نعمله الرز. جبت بقى الحله بتاعتي الصغيره اللي زي حالاتي دي وهنحط فيها حته سمنه ونقول بسم الله. انزلي. وغسلت الرز كده بس مش هنحط الرز كله بقى، هنحط حوالي ربع الكميه اللي هم شويه كده قد دولت مثلا، ربع كميه الرز اللي انت عاملاها. ونقول بسم الله. اهم حاجه بقى تفضلي تقلبي فيه، ما تسيبيش التقليب باستمرار فيه التقليب، تقعدي تقلبي في كل الاتجاهات. هتلاقيه كل تعمل لك شويه مش مشكله، تفضلي تقلبي لحد ما يحمر. وقولي بقى وداعا للشعريه وقولي وداعا للسان العصفور، احنا نعمل رزنا بنفسنا. ولو عمل منك كده بالشكل ده وانت بتقلبي اعرفي ان انت كده ماشيه صح. وديت الخطوه ديت اللي هي قبل خطوه السوا على طول كده. هتفضلي برده تقلبي لحد ما يفك ويسيب بعض. ايوه عشان انت كده خليكي وفقي راسين في الحله، كل ما تلاقيهم ماسكين في بعض فكيهم عن بعض. يلا ربنا يقدرنا على فعل الخير. والرز كده اتحمر بالشكل ده. هنزل على بقى بقيه الرز الابيض ونقول بسم الله. وهنجيب بقى شويه فلفل اسود وشويه ملح بس. بتحطي له فلفل بيخلي طعمه حلو، بيخلي طعمه كده بتخليه مفلفل. وما تنسيش الشير عشان سيرك يسمم غيرك، عشان في ناس ثانيه تستفيد بنفس الوصفه زي ما احنا هنستفاد ان شاء الله. وهزود الميه بتاعته ونقول بسم الله ونغطيه ونديله لايكين.
وده بقى يا جماعه شكل الاكل بعد ما خلصته. ما يغركمش هو غمق شويه بس عشان محطوط عليه قرفه اللي انا ما بحبهاش طبعا. وده الرز الحبه وحبه بصراحه في حته تانية خالص. المهم بقى ما تنسوش لايك وكومنت وشير، تتمنى لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم.